السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء طلاب الصف الثاني الثانوي. أهلا وسهلا بيك يا بطل معانا في حل ليسون 2 من كتاب المعاصر. يلا على طول، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أنا عايز أقول لك إن الليسون ده فيه فكرتين بالنسبة للجزء الأول، يعني قبل الليميتنج رياكتنت. يا إما يجيب لك حاجة أهو، يجيب لك جيفن على حاجة، يعني الجيفن على حاجة أهو، والكويتشن على نفس الحاجه، يعني يجيب لك حاجه ويسالك عليها. هي هنا بقى بتعمل ايه؟ بتشتغل بالميدان. ايه الميدان ده؟ لو لسه حد ما يعرفش، فاحنا كنا بنقول ان احنا هنا كده في النص عندنا النمبر اوف مولز، تقدر تجيب منه ثلاث حاجات: الماس، وكمان النمبر، وكمان الفوليوم. ازاي تجيب الماس؟ عن طريق ان انت تعمل ملتبلاي المولر ماس. تقدر تجيب النمبر عن طريق ان انت تعمل ملتبلاي افوكادروز نمبر. تقدر تجيب الفوليوم على حسب هو اس تي بي ولا ار تي بي. لو اس تي بي تعمل ملتبلاي 22.4، ولو ار تي بي يبقى تايمز 24. وانت راجع طبعا من اي حاجه فيهم تعمل ديفايدد نفس الحاجه اللي انت عملتها. دي الفكره الاولى، خلينا نحل عليها الاول. يلا بسم الله. وات از ذا ماس اوف الومنيوم؟ ان كميه قد كده من الالومنيوم اوكسايد. طيب الفكره دي كنا بنقول لما يسالك على حاجه جوه حاجه، ما هو بيسالك على الالومنيوم جوه كومباوند اهو، فاحنا عندنا قانون. إيه القانون؟ القانون بيقول والله الماس of atom in a compound أو mass of aluminum atoms in a compound equal النمبر بتاع الألمونيوم أتوم. أول حاجة النمبر بتاع الألمونيوم أتوم كام؟ 2 تايمز النمبر اوف مول بتاع الكومباوند اللي الألمونيوم موجود جواه. فتقول له والله يا دكتور ما عندناش النمبر اوف مول، امال عندنا ايه؟ عندنا الماس. طب ما احنا ممكن نجيب الماس من الماس، نقدر نجيب النمبر اوف مول عن طريق ان انت تعمل ديفايدد المولر ماس. ممكن تقول لي يا فندم المولر ماس بتاعت الالومنيوم اوكسايد كام؟ هتقول لي الالومنيوم الواحده ب 27، يبقى 2 تايمز 27 ايكوال 54 على طول من غير كالكوليتور، مالناش دعوه بالكلام الفاضي ده. طيب 3 في 16 ب 48، 48 اهو. طيب هنا عايزين نشتغل 48 بلس 50، هناخد 2 من هنا يبقى 102. 102 تمام. يبقى 306 ديفايدد 102 اهوت، 306 ديفايدد 102. كده انت جبت النمبر اوف اتومز تايمز النمبر اوف مول اوف كومباوند تايمز المولر ماس. اصل القانون كله بيقول ايه؟ الماس بتاعت اتوم ان ا كومباوند ايكوال النمبر اوف اتومز، النمبر بتاع الاتوم ده جوه الكومباوند طبعا، تايمز المولز بتاعت الكومباوند اللي هي موجوده جواه، المولز بتاعت الكومباوند تايمز انت عايز الماس، يبقى تعمل تايمز المولر ماس بتاع الحاجه اللي انت عايزها. فاحنا عايزين الماس بتاع الالومنيوم، يبقى نعمل ملتبلاي المولر ماس بتاعه اللي هو 27. 306 على 102 فيها التلاتة، 3 في 2 بستة، يعني ده 6 في 27. 6 في 27 6 في 30 ب 180 ناقص 18. 180 ناقص 18 يساوي 162. اهي دي الرايت تشويس. عايز تراجع وراها بالكالكوليتور ربنا يسهل ان شاء الله. انا عايزك انت بقى تبقى احسن مني كده، من غير كالكوليتور تقدر تحسب الحسبة. What is the mass of sodium chloride which contain الكمية دي من الصوديوم؟ نفس القانون. القانون بيقول ايه؟ الماس اوف، طبعا صوديوم كلورايد خلينا نكتبه كده NaCl. اصل احنا عارفين الماس بتاعت حاجة جوه حاجة، الماس اوف اتوم ان ا كومباوند اهو، ماس اوف اتوم ان ا كومباوند ايكوال النمبر اوف اتومز اللي جوه الكومباوند ده بتاع الصوديوم تايمز المولز بتاعت الكومباوند اهو، المولز اوف كومباوند تايمز بتتكلم على ماس، يبقى تعمل ملتبلاي المولر ماس. نعوض بقى اللي احنا معانا. طيب انا معايا الماس بتاعت الصوديوم، الماس بتاعت الاتوم اللي جوه الكومباوند، ما هو الصوديوم ده هو اللي جوه الكومباوند، يبقى 5.75 ايكوال النمبر اوف اتومز، النمبر بتاع الصوديوم اهو قدام عينك كام صوديومايه جوه NaCl؟ واحده، تايمز النمبر اوف مول اوف كومباوند مش معايا، هو عايز اصلا الماس بتاع الصوديوم كلورايد فانا مش معايا، فانا ده unknown بالنسبه لي، المولز بتاعت الكومباوند، المولز بتاعت NaCl اللي انا معرفهاش، تايمز المولر ماس بتاع مين؟ بتاع الاتوم نفسها اللي هو الصوديوم اللي هو 23. طب ما احنا ممكن نجيبها دي، وتعالى اوريها لك بالكالكوليتور. ادي 5، بص اشتغل معايا شيفت كالك على طول. 5.78، مع ان انا ما بشجعش حاجه زي كده ابدا، ولكن عايزين نحل بسرعه. 1 تايمز اللي انا ما اعرفوش الانون بخليه اكس الفا، والحاجه اللي فوقيها اكس ديت تايمز 23، واعمل شيفت كالك يطلع لك 0.25. ده اللي هو النمبر اوف مول بتاع الكومباوند، يبقى المولز اهوت، المولز ايكوال 0.25 صح؟ 0.25 مولز. ده المولز بتاعت مين؟ بتاعت ال NaCl.
فانا مش عايز المول، انا عايز الماس. قال لي سهله جدا يا دكتور، عايز تحول من المول للماس تعمل ملتبلاي المولر ماس. المولر ماس بتاع مين؟ انت بتتكلم على الان اي سي ال، يبقى هتضرب في المولر ماس بتاع الان اي سي ال. يبقى هنعمل الرقم ده اهو اللي هو 0.25 ملتبلاي المولر ماس، ملتبلاي المولر ماس بتاع الان اي سي ال. الان اي ب 23 اهيت، والسي ال ب 35.5، يبقى 23 بلس 35.5 يطلع معايا كام؟ بسم الله، طلع معايا 14.6، 14.63 اهي. تمام تمام. ادخل على اللي بعده. خلينا نشيل الضوضاء ديت. طيب نضفنا لك الحته اهيت. نمبر 3. What is the mass of substance produced from the completely burning of strip of magnesium whose mass is equal 12 جرام in air؟ دي الفكره الثانيه بقى. احنا قلنا الفكره الاولى انه يجيب لك حاجه جيفن ويسالك عليها هي، ولكن الفكره الثانيه انه يجيب لك حاجه ويسالك على حاجه ثانيه. يبقى ده الجيفن على حاجه، الجيفن على حاجه اهو نمبر 1، ويسألك الاسك او الكويتشن بتاعه على حاجة تانية خالص. نعمل ايه؟ نعمل بالانسد ايكويشن اهو. انا شايف والله يا بص 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 بص. What is the mass of substance؟ بيسأل على substance produced from complete burning of strip of magnesium. الماس بتاعته equal كذا، يبقى الجيفن على المغنيسيوم. طيب انا لازم اكتب ايكويشن. هو بيقول مغنيسيوم بيولع، اي حاجة بتولع بتاخد من الجو اكسجين، فبالتالي هيطلع الام جي مع الاو، يبقى ام جي او. اصل المغنيسيوم احنا حافظين اول 20 element. المغنيسيوم 12 لو وزعناه 2 8 2 يعني هيلوز 2، يبقى الراجل ده الفالنس بتاعه 2. والاكسجين 8 2 6 يبقى هيجين 2، يبقى الفالنس بتاعه 2. 2 مع 2 هيطيروا مع بعض لما نبدل التكافؤات اللي هو الفالنسي، فبالتالي ده المنظر النهائي. عايزين نعمل بالانس، يلا نعمل بالانس. المغنيسيوم دخلت واحده طلعت واحده، الاكسجين دخلت 2 طلعت واحده. البالانس على الشمال، البالانس على الشمال خالص ها. طيب كده المغنيسيوم بقى في من عندي منها 2، فنحط 2 هنا، امورنا تمام. نعمل ريشيو بقى ما بين الحاجتين اللي بيسالني عليهم. عايز الماس بتاعه السبستانس بروديوسد، ادي السبستانس اهي حطيت تحتها خط. والجيفن كان على المغنيسيوم، اخد الاثنين دول اعمل بينهم ريشيو، ان الاثنين ام جي بيطلعوا 2 ام جي او، ونعمل الريشيو ان ده 2 مول بيخرج 2 مول. يبقى الجيفن بتاعي ال 12 جرام. اوعى تكتب جرام هنا، احنا بنحول لمول، ما بنشتغلش الا بمول. فانا لازم احول الماس دي لمول. علشان احول من الماس للمول تعمل ديفايدد المولر ماس. ده الماس بتاع المغنيسيوم، يبقى نعمل ديفايدد المولر ماس بتاع المغنيسيوم، يبقى 12 ديفايدد 24 اللي هي هتطلع معاك 0.5 مول، هيطلع اكس مول. ما هو بيسالني على الماس بتاعت السبستانس، فالسبستانس ما نعرفهاش، يبقى اكس ايكوال 2 تايمز 0.5 اوفر 2. لما الاثنين بيطلعوا 2 يبقى النص اكيد هيطلع نص، 0.5 مول. بس هو مش عايز النمبر في مول، ده عايز الماس. قال لي سهله، انت كده معاك الميدان، معاك التوب، معاك البريم، والنمبر في مول تقدر تجيب منه اي حاجه. عايز تجيب الماس اعمل ملتبلاي المولر ماس. المولر ماس بتاع مين؟ ما هو ده يا ابني النمبر في مول بتاع المغنيسيوم اوكسايد، يبقى تعمله ملتبلاي المولر ماس بتاع المغنيسيوم اوكسايد. على فكره ما عدتش محتاج الايكويشن دي في حاجه، مع السلامه، انا خدت الريشيو بتاعتي منها. فانا اقوم قايل الماس اهيت بتاعت السبستانس اللي هي اسمها مغنيسيوم اوكسايد ايكوال 0.5 مول تايمز المولر ماس بتاع المغنيسيوم اوكسايد. المغنيسيوم ب 24 والاوكسايد اللي هو الاوكسجين ب 16. في ناس بتعمل ملتبلاي 2. حبيب قلبي احنا بنقول مولر ماس يعني الماس بتاعت 1 مول، ما تضربش في 2 خالص. احنا عايزين المغنيسيوم اوكسايد لوحده هو نفسه كده. تمام. فده في 40 اهوت، نص ال 40 ايكوال 20 جرام. شكرا. السؤال اللي بعده بيقول لك بيوتين. خلينا ننظف الحته الاول. بيقول لك بيوتين بيرنز according to the equation. ماشي، حاجه بتولع فعلا، هو ده البيوتين طالما هو اللي خد اوكسجين وخرج كربون دايوكسيد وميه. What is the number of moles of carbon dioxide؟ حطيت خط تحت الكربون دايوكسيد. produced from burning 3 mole of butane. قمت حطيت خط تحت البيوتين واعمل ما بينهم ريشيو. هاتهم الاثنين كده طلعهم على المسرح. فقمت قايل 2C4. طبعا الريشيو بنفس الارقام اللي معاهم، ده هي اهم حاجه اصلا، الارقام دي هي اللي هتعرفني الحل. تمام. طيب ريشيو ما بينها وما بين الكربون داي اوكسايد، ونعمل ريشيو عاديه. الاتنين مول بيخرجوا 8 مول، يبقى الجيفن بتاعي قد ايه؟ 3 مول من البيوتين. يبقى اقوم قايل 3 مول هيخرجوا كميه قد ايه؟ اكس مول. فيبقى 3 في 8 ب 24 على الاتنين فيها 12 مول. شكرا. خش على اللي بعده. What is the least number of moles of oxygen؟ قمت حطيت خط تحت الاكسجين. require to oxidize 16 مول من الامونيا. على طول يا صديقي ما ضيعتش وقت، وقمت عامل ريشيو ما بينهم هما الاثنين 4NH3، وقمت عامل ريشيو ما بينه وما بين الاكسجين، وقمت قايل
ال4 مول بيتفاعلوا مع 7 مول. انت اديتني ايه بقى الجيفن؟ الجيفن 16 مول من الامونيا. هو عايز يعرف كميه الاكسجين، يبقى اكس مول من الاكسجين بيتفاعل مع كميه قد ايه من الامونيا. وكلمه اوكسيدايز يعني يتاكسد، يعني الاكسجين يروح معاه، يدي يعني يتفاعلوا مع بعض، دي الفكره. يبقى اكس ايكوال 7 تايمز 16 اوفر 4 تطلع معاك 28. اقول كده لما الاربعة مول بيخرجوا 7 يبقى ال16، يعني عملت ملتبلاي 4 يبقى اعمل اكيد ملتبلاي 4 تطلع 28. خش على اللي بعده. What is the number of moles of nitrogen؟ قمت حاطط خط تحته which react with 18 جرام مع المغنيسيوم to form magnesium nitride. فقمت عامل ريشيو ما بينهم هما الاتنين، الحاجة الجيفن والحاجة اللي سألني عليها. وقمت قايل ان التلاتة مول بيتفاعلوا مع 1 مول. الجيفن جه على مين؟ الجيفن كان 18 جرام من المغنيسيوم، يبقى التاني ده اكس مول انا معرفوش. وال 18 جرام من المغنيسيوم احنا ما بنكتبش 18، احنا بنعمل ديفايدد المولر ماس على طول عشان نحوله لنمبر اوف مول. فيبقى 18 ديفايدد 24 اللي هتطلع تقريبا كام؟ 3/4. 18 ديفايدد 24 3/4. يا سلام عليك يا دكتور احمد يا بريمو، ويا سلام عليك يا برنس يالا اللي شغال معاه ودماغك ماثيماتكس كده. هو الشابتر ده بتاع ماثيماتكس اصلا. طيب اكس ايكوال 1 تايمز الرقم ده اوفر 3 هيطلع معاك ربع. 3/4 3 فيها ربع مول، بس هو عايز النمبر اوف مولز. ايوه خلاص يبقى ربع مول. شكرا. خش على اللي بعده. from the reaction equation ماشي. what are the number of moles and the mass of حاجتين اهو of مين؟ N2H4 produced from the reaction of 34 جرام من الامونيا. قمت حاطط خط تحت الامونيا ونعمل ريشيو ما بينهم. مورناش حاجه بقى. 2NH3 ريشيو ما بينه وما بين ال N2H4. وقمت قايل الاتنين مول بيطلعوا 1 مول. الاتنين مول بيطلعوا 1 مول. يبقى الجيفن بتاعي 34 جرام من الامونيا. الامونيا ده NH3 فطبعا لازم احوله لنمبر اوف مول، يعني هعمل ديفايدد المولر ماس. الامونيا لوحدها مش 2. انا باكد على النقطه دي عشان دي غلطه بنعتبرها كارثيه. المولر ماس بتاع النيتروجين 14 بلس الهيدروجين الواحده ب1 يبقى التلاته ب3 يعني 17. يبقى 34 ديفايدد 17 يطلع معاك 2 مول اهوت، هيطلع اكس مول. فنقوم قايلين لما الاثنين بيطلعوا واحد يبقى الاثنين هيطلعوا كام؟ ما هو واحد يا فندم. اكس ايكوال 1 مول. دي النمبر اوف مولز اللي هتطلع من ال N2H4. بس هو مش عايز النمبر اوف مول بس، ده عايز النمبر اوف مول والماس كمان. فطبعا النمبر اوف مول هي 1، فانا هستبعد دي وهستبعد دي. هل 18 ولا 32؟ خلينا نشوف بقى ال N2H4. النيترو هو احنا معانا 1 مول منه، فاحنا عايزين نعرف المولر ماس بكام. النيتروجين ب 14 يبقى الاثنين ب 28، والهيدروجين الواحده ب4 يبقى بلس 4 يبقى تطلع 32 جرام. شكرا. خش على اللي بعده. number of particles calculation number. ماشي. how many molecules of NO2 are produced from the reaction of 180 جرام من ال NO. قمت حاطط خط تحت ال NO وحاطط خط تحت ال NO2 وقمت قايل لهم تعالوا كده عايزينكم في كلمه. طبعا كلمه with excess of اي حاجه، excess من اي حاجه كأني ما شفتهاش. تمام. فيبقى 2 NO مع الاتنين NO2. الاتنين مول في العادي بيخرجوا 2 مول. الجيفن بتاعي فين؟ الجيفن 180 جرام من ال NO. 180 جرام. فانا اقوم قايل 180 ديفايدد المولر ماس بتاع ال NO. ال NO بكام؟ ال NO هو بيقول لي ب 30. الله يبارك له راجل محترم. فطبعا 180 على 30 فيها 6 مول هيخرج اكس مول. لما الاتنين بيخرجوا 2 يبقى ال6 اكيد هيخرجوا 6 مول. تمام. ده بالنسبه للنمبر اوف مول اللي هيجي من النيتروجين دايوكسيد. بس هو عايز الهاو ماني موليكيولز مش نمبر اوف مول. فبما ان انا معايا الميدان نمبر اوف مول اهوت، تقدر تجيب النمبر ولا لا؟ قلت لي سهل، اعمل ملتبلاي افوكادرو. 6 تايمز افوكادرو اصلا كان 6.02 تايمز 10 باور 23. فيبقى 6 و3 6 في 6 ب 36، يعني الرقم ده من الاخر. طب مش مصدق؟ عيب عليك ان انت مش مصدق يا دكتور احمد، بس ماشي. 6 تايمز 6.02 تايمز 10 باور 23 يطلع اهيت الرقم قدام عينك اهوت. ماشي. خش على اللي بعده. السؤال اللي بعده. ماشي. بيقول لك the volume of hydrogen gas which is required to produce 12 liter of water vapor. طالما جاب سيرة حاجتين اهو، اداني جيفن حاجة وبيسألني على حاجة تانية، يبقى لازم equation. hydrogen gas بيطلع water vapor.
هو اكيد الهيدروجين جاز ده بيتفاعل مع حاجه تانية اكيد اسمها اكسجين. نعمل بالانس، الهيدروجين دخلت 2 طلعت 2، الاكسجين دخلت 2 طلعت 1، قمت حطيت 2 هنا، فبقى الهيدروجين عندي في منه 4، فيبقى نحط هنا 2 عشان 2 باي 2 ايكوال 4. طيب ونعمل ريليشن بقى ما بين الحاجتين اللي هو عايزهم، فوليوم اوف هيدروجين جاز حطيت تحته خط، والووتر فيبر حطيت تحته خط، ونقوم قايلين الاثنين H2 بيخرجوا 2 H2O، يبقى الاثنين مول بيخرجوا 2 مول. الجيفن بتاعي 12 لتر من الووتر فيبر ات ار تي بي، فطبعا احنا هنحوله، طبعا انت معاك الفوليوم وعايز ترجع للنمبر اوف مول عشان ما بنشتغلش الا بالنمبر اوف مول، ومعاك اس تي بي يبقى تعمل ديفايدد 24، فيبقى 12 ديفايدد 24 يطلع معاك نص مول. يعني انا مش شايفهم 12 لتر، انا شايفهم نص مول اهو، نص مول من الووتر فيبر. كمية بقى الهيدروجين اقول لك حاضر، 2 في نص على الاتنين ايكوال طبعا 0.5 مول من مين؟ من الهيدروجين، بس انا مش عايزه بالمول، انا عايز بالفوليوم، فتعمل هاف ملتبلاي 24 عشان 24، ايه اللي انا عامله ده؟ 24 مش 42 اهوت 24 علشان يطلع معاك النمبر يطلع معاك الفوليوم، يبقى الاجابه الصحيحه 12 على طول. طيب امسح، خش على اللي بعده. بيقول لك يا جميل وات از ذا فوليوم ات اس تي بي، هو عايز الفوليوم at STB of the gas produced ماشي from the reaction of كمية معينة من الصوديوم ماشي مع excess of water ماشي، ادي water اهيت. ايه ده اصلا هو؟ طب الحمد لله هو عامل لي الايكويشن يا جماعه، انا كنت فاكره مش عامل لي الايكويشن وهنتعب، ده ربنا يبارك له. خلاص يبقى نحط خط تحت الحاجتين بقى، هو مديني الجيفن على الصوديوم ادي الصوديوم، وعايز الفوليوم بتاع البروديوسد جاز. فين الجاز هنا؟ هو طبعا بروديوسد يبقى واحد من البرودكت، انا شايف ده اي كيو يعني حاجه دايبه جوه الميه، ملح دايب جوه الميه، يبقى هو بيتكلم على الهيدروجين. فاعمل ريليشن ما بين الصوديوم والهيدروجين، 2 ان ايه مع الهيدروجين، الاتنين مول بيخرجوا 1 مول، تمام. يبقى الجيفن بتاعي 4.6 جرام من الصوديوم، فاقوم قايل وطبعا مديك المولر ماس علشان انت عارف ان انت هتحوله لمول، فيبقى عملنا الماس على المولر ماس 4.6 ديفايدد 23 طلع معايا خمس يعني 2 من 10 0.2 اهو 0.2 مول. هيخرج كمية قد ايه؟ لما الاتنين بيخرجوا واحد يبقى ده هيخرج قد ايه؟ 1 تايمز 0.2 اوفر 2 يطلع معايا اكس ده ايكوال 0.1 مول. تمام، بس ده كده النمبر اوف مول بتاع الهيدروجين. هو عايز ايه؟ هو عايز الفوليوم بتاع الجاز بروديوسد، فطبعا لازم تعمل ات اس تي بي يبقى ملتبلاي 22.4 علشان نوصل للفوليوم اهو 0 كام قلنا 0.1 تايمز 22.4 يطلع معايا 2.24 اهو 2.24 وهي دي الرايت تشويس. خش على اللي بعده according to the reaction what is the volume of NO2 حطيت خط تحته is produced from the reaction of NO. خلاص ماشي، يبقى ده الجيفن بتاعي على حاجه وهو مديني حاجه تانية، فنقوم قايلين هنعمل ريليشن ما بينهم 2 NO مع 2 NO2. بس انا بصراحه بتعصب، انا بستفز، بيجي لي حاله قشعريره، والمفروض تجي لك انت كمان القشعريره اللي انا قلتها ديت لما تشوف ملي لتر. احنا ما بنشتغلش بملي لتر، احنا بنحوله لليتر، علشان نحول لليتر شايف الدماغ الكمبيوتر حول لليتر فتبقى 0.03 لتر 0.03 لتر. انا ما شفتش ده كأني ما شفتوش، تمام. ونقوم قايل لك طبعا احنا هنعمل ريشيو 2 مول بيخرجوا 2 مول، يبقى الجيفن بتاعي من ال NO 0.3 لتر. انا ما اشتغلش ب 0.3 لتر، بس هو ما ادانيش في الاس تي بي ولا الار تي بي، هو قال لي ان هم في سيم تمبريتشر اند بريشر. ليك الحريه ان انت تختار براحتك، عايز تشتغل بالاس تي بي براحتك، عايز تشتغل بالار تي بي براحتك. انا عن نفسي هشتغل بالاس تي بي، انا حر يا سيدي. يبقى 0.3 اوفر 0.03، ما نتلخبطش في حاجات صغيره زي كده، هي دي اللي بتبهدل السؤال اصلا. ماشي، ديفايدد 22.4 عشان احوله لمول. ماشي، يبقى ده النمبر اوف مول بتاع ال NO هيخرج كام مول هنا؟ فنقوم قايلين اكس ايكوال لما الاتنين بيخرج 2 يبقى الرقم ده هو نفسه اهو، بدل ما نعمل كروس مالتيبليكيشن ويطلع في الاخر نفس الرقم. وفي الاخر هو عايز الفوليوم، فهتعمل مالتبلاي اهو مالتبلاي 22.4 فده هيطير مع ده يتبقى 0.03. فين 0.03 لتر. طيب ماشي، خش على اللي بعده. نضفت لك الحته اهو، يلا بينا. 12 what is the volume of hydrogen gas which is produced from the reaction of كميه معينه من المغنيسيوم مع اكسس من الهيدروكلورايد الهيدروكلوريك اسيد. طيب ادي المغنيسيوم بيرياكت مع الهيدروكلوريك اسيد، لازم اكتب الايكويشن واعمل لها بالانس عشان اعرف احل، تمام.
فبيقول لك ان في هيدروجين جاز هيطلع، فبما ان في هيدروجين جاز هيطلع لوحده، هيدروجين جاز هيطلع، وطبعا الهيدروجين جاز H2، فيبقى المغنيسيوم هياخد السي ال. ادي المغنيسيوم خد السي ال. طبعا محتاج نعمل يعني نظبط الفورمولا دي، بس انا هكتبها لك تاني، او انا كتبتها لك تاني اهو علشان كان المكان ضيق. ونعمل بالانس. اولا قبل ما نعمل بالانس لازم نظبط المنظر ده، مغنيسيوم مع الكلورايد. المغنيسيوم الفالنسي بتاعه هتقول لي ده 12 282 يبقى الفالنسي بتاعه ب 2، سي ال 17 287 يبقى هيجين 1 يبقى الفالنسي بتاعه ب 1، يبقى ام جي 1 سي ال 2، يعني من الاخر ام جي سي ال 2. مع السلامه مع السلامه مع السلامه. اعمل بالانس بقى براحتك، يلا بسم الله. المغنيسيوم دخلت واحده طلعت واحده، الاتش دخلت واحده طلعت اتنين، قمت حطيت اتنين هنا كده بالانسد، اصل السي ال دخل منها اتنين طلع اتنين اهو. عايز بقى ايه؟ وات از ذا فوليوم اوف هيدروجين، حطيت خط تحته. بروديوسد فروم ذا رياكشن اوف كميه معينه من المغنيسيوم، حطيت تحت خطه، تحت خطه، خط تحته قصدي. طيب يبقى بالاخر هتعمل ريشيو ما بين المغنيسيوم والهيدروجين. بس كده، انا ما عدتش محتاج الايكويشن في حاجه، انا كنت محتاج بس اعرف الكوفيشنت بتاع المغنيسيوم والهيدروجين. ماشي، نعمل الريشيو الجميله. ال1 مول بيخرج 1 مول، الكميه الرقم اللي هنا ده 1 مول طبعا. فالجيفن بتاعي 12.15 من المغنيسيوم، فطبعا انا هعمله ديفايدد المولر ماس علشان نحوله، فيبقى 12.15 اوفر 24 يطلع معايا 0.5.06. انا هحط الرقم كله اهو، 0.50 كم 625 علشان الدقة، يعني هتلاقي الأرقام طلعت دقيقة جدا. فالهيدروجين طبعا هيبقى نفس الكمية اكس مول اهوت، فالاكس بالنسبة لي هو نفس الرقم اللي هو 0.5062 مول، بس هو مش عايز نمبر اوف مول بقى من الهيدروجين، ده عايز الفوليوم بتاع الهيدروجين ات اس تي بي. يبقى اعمل الرقم ده ملتبلاي 22.4. هو انا عملته صح؟ ماشي، معلش نتأكد اهو، ملتبلاي 22.4 طلع معايا كام؟ 11.34 لتر. شكرا. خش على السؤال اللي بعده. السؤال بيقول لك according to the equation، ماشي، upon the reaction of كمية معينة من الكالسيوم كربايد اللي انت ما تعرفوش لسه، حطيت خط تحته، with water completely، يعني تفاعل مع المية تماما، the volume of the produced gas. فين الجاز؟ فين الجاز البروديوسد اهوت، هو قايل لك بروديوسد جاز. طيب يبقى لازم نشتغل. اولا نعمل ريليشن ما بينهم هما الاثنين، CaC2 مع C2H2. ال1 مول بيخرج 1 مول، ماشي، ال1 مول بيخرج 1 مول، يبقى الكميه اللي هي 6.4 جرام من الكالسيوم كربايد احطها تحته بالظبط، يبقى 6.4 اوفر المولر ماس بتاعته. طبعا الكالسيوم هو بيقول لك ب 40 والكربون ب 12 وانا عندي 2، انا عندي 2 كربون اهوت يعني 24، يبقى يطلع معايا 64. نعمل بقى 6.4 ديفايدد 64 تطلع معاك 0.1 اهيت، يبقى ده انا معايا 0.1 مول، ده الرقم اللي انا بحطه هنا 0.1 مول، يطلع اكس مول، اكس مول، يبقى اكس ايكوال 0.1 مول هي كمان، لان ال1 بيطلع 1 يبقى 0.1 اكيد هيطلع هو كمان 0.1، او تعمل كروس مالتيبليكيشن. بس هو عايز ايه؟ هو عايز الفوليوم بتاع البروديوسد جاز، الفوليوم. طيب هو طبعا انا شايف ان هو ماشي، خلينا واحده واحده. الفوليوم هتعمله ملتبلاي اس تي بي، يبقى ملتبلاي 22.4، ماشي، اللي هو يطلع معاك كام؟ 0.1 تايمز 22.4 اللي هي تطلع معاك 2.24 لتر. بس انا عايز اقول لك حاجه، هو في الاجابات مش كاتب لك الرقم ده، انت طبعا هتعمل ملتبلاي كل واحده وتعرف مين اللي هيطلع نفس الحاجه دي، ولكن في طريقه الطف. ايه الطريقه الالطف؟ ان انت ما تفكش العمليات الحسابيه اللي انت عملتها. يعني هنا انا عملت ايه؟ عملت 6.4 ديفايدد 64، سيبها زي ما هي، تمام، وبعدين الرقم ده قمت عامله ملتبلاي 200 ملتبلاي 22.4، يعني كانك عملت 6.4 ديفايدد 64 تايمز 22.4، ما ده اللي احنا عملناه فعلا. فبالتالي فين الرقم ده وتدور عليه؟ فطبعا 64 تايمز 6.4 طبعا غلط، مع السلامه. 22.4. طبعا انا عايز اقول لك ان بما ان ده ملتبلاي ده الدينومينيتور بتاعه 1، يعني من الاخر اهوت كانك قلت 6.4 تايمز 22.4 اوفر 64، دي ماثيماتكس اصلا في الاول وفي الاخر، فطبعا هي دي الرايت تشويس اهي. لو ما عرفتش تعمل اللي انا عملته ده، اعمل اللي احنا عملناه وتشوف بقى مين ملتبلاي بعضه، تفك الليله دي يطلع نفس الرقم.
السؤال اللي بعده بيتكلم بقى على الليميتنج رياكتنت. ماشي، الليميتنج رياكتنت ده ممتع جدا لو انت عرفت هتشتغل ازاي. والله احنا بيقول لك substance A react with substance B according to equation what is the limiting. لو انت بيقول لك 2 مول من ال A مع 1 مول من ال B. انا اصلا بعرف منين مسألة الليميتنج رياكتنت؟ بعرف لما بيديني الرياكتنتس كلها جيفن، يعني يقول لك ال A ده في منه قد ايه وال B في منه قد ايه. هو قال له 2 من ال A وواحد من ال B، فطبعا انا اعمل ايه؟ انت بتختار واحد من البرودكت وتعمل الرياكتنتس معاه ريليشن وتشوف مين اللي هيخرج كميه اقل. فانا اهو هقسم الدنيا نصين. مره طبعا في طريقه فزلكه وانا هجيبها لك، بس نشتغل النظام الاول. ومره البي يخرج سي، تمام. ونقول في الطبيعي ان التلاتة مول بيخرج طبعا مع نفس السي، ها، بيخرج 1 مول. اما البي ال1 مول بس بيخرج 1 مول من السي. فبالتالي الجيفن بتاعي 2 مول من الايه، ادي 2 مول اقول هيخرج اكس، و1 مول من البي 1 مول اهوت هيخرج اكس. ونشوف مين اللي هيخرج اقل اكس. اكس هنا ايكوال 1 تايمز 2 اوفر 3، يعني 2 اوفر 3 اللي هي تطلع معاك قد ايه؟ خلينا نشوف 0.6667 اكيد 2 اوفر 3 اهيت 0.6667 اهيت 0.667 مول من البرودكت. وقوم عامل كده مربع حواليه عشان هقارن بينه وبين اللي جاي ده. 1 تايمز 1 اوفر 1 اكس هنا ايكوال 1 مول. مين اللي خرج كميه اقل؟ اللي خرج كميه اقل هو الاي، فيبقى الليميتنج رياكتنت بتاعي هو ايه. طبعا هو بيقول ليميتنج رياكتنت يعني واحد من الرياكتنتس، يبقى اكيد مش سي ولا دي، ده برودكت اصلا. وايه خرج كميه اقل. دي طريقه شغل نظامي. في ناس تانية بتحب تشغل دماغها، قال لك يا عم انا بني ادم يا عم وبفكر، مش لازم يعني نبصمج. قلت له ماشي حبيب قلبي، هي فعلا انا بحب ان انا ما بصمجش، احب ان انت تبقى فاهم، ولكن دي طريقه تمنع ان انت تغلط. يعني التانية في احتمال ان انت تغلط، في احتمال ولا مفيش؟ لا في. تعال نشوف كده. انا هعمل 3A ماشي مع B ونقوم قايلين والله ده بيتفاعل منه 3 مول مع ال1 مول. انت بقى في الجيفن حطيت لي 2 مول مع ال1 مول، 2 مول مع 1 مول. وقوم مفكر في الطبيعي التلاتة بيحتاجوا واحد، انت حطيت لي 2 بس، هل هيحتاج واحد كله؟ مش هياخدوا الواحد كله، هياخدوا جزء بس منه. يبقى اكيد الايه هو اللي هيخلص الاول وبي مش هيخلص، فيقوم اختار ايه على طول. ولكن انا بشجع الشغل النظامي. on mixing two equal masses هيدروجين واكسجين. الله على ده سؤال، الله. بيقول لك two equal masses، ها، يعني الماسز بتاعتهم شبه بعض قد بعض. at suitable condition for the formation of H2O the limiting reactant for this reaction will be. خلينا نشوف. انا محتاج ان انا اعمل equation balanced علشان نعرف نتعامل. نعمل الايكويشن البالانسد، مش لاقيين مكان. ماشي، ادي يا فندم H2 بلس O2 يخرج لي H2O. ماشي. ال H دخلت 2 طلعت 2، ال O دخلت 2 طلعت 1، فنحط 2 هنا. فالهيدروجين كده بقى في منها 4، نحط 2 هنا. نعمل بقى ريشيو، مره مع الهيدروجين والميه ومره مع الاكسجين والميه. هتقول لي بس يا دكتور دول 2 ايكوال ماسز، اقوم قايل لك حط 2 ايكوال ماسز من دماغك، اي 2 ايكوال ماسز. فبالتالي انا اعمل ريشيو اهو فضيت لك الدنيا اهوت. خلينا نشتغل بقى. مره الهيدروجين مع الووتر، ادي الاتنين H2 بيتفاعلوا مع الاتنين H2O. ومره التانيه ال O2 بيتفاعل مع او بيطلع 2 H2O. بس خلاص ما عادش محتاج اللي تحت ده. نكتب هنا في الطبيعي ال 2 مول بيخرجوا 2 مول، هنا في الطبيعي ال 1 مول بيخرج 2 مول. عملت نقطتين او سهم اي حاجه. الجيفن الجيفن يا فندم هو بيقول لك 2 ايكوال ماسز. انا هختار مثلا مش عارف، انا مش عايز اختار علشان انت ما تقولش اشمعنى يعني الرقم ده. خلينا يا سيدي نختار 100 اهي، 100 جرام من ده و100 جرام من ده عشان ما حدش يزعل مني. 100 جرام. فانا طبعا ال 100 جرام هنعمل ديفايدد المولر ماس. المولر ماس بتاع مين؟ بتاع الهيدروجين. فالهيدروجين المولر ماس بتاعته ايكوال 2 لان الواحده ب 1، فيبقى 100 على الاثنين فيها كام؟ لان احنا عشان نجيب المولر ماس هتعمل الماس ديفايدد المولر ماس اللي هي 2، فيبقى طالع معايا 50 مول. فانهم قايلين ال 50 مول هيخرج كميه قد ايه؟ فالكميه دي اكيد اكس ايكوال الاثنين بيخرجوا 2 يبقى ال 50 اكيد هيخرجوا 50 او اكس ايكوال 50 مول. هنا احنا قلنا 100 صح؟ يبقى هعمل 100 ديفايدد المولر ماس بتاعت الاكسجين. الاكسجين ب 16 يبقى الاثنين ب 32 يبقى 100 على ال 32. خلينا نشوف كده 100 على ال 32.
100 على ال 32 3.125 3.125 مول. هيخرج كمية قد ايه؟ هيخرج اكس، فبالتالي نقوم قايلين اكس ايكوال 2 في الرقم ده ديفايدد 1، 2 تايمز الرقم ده او 3.125 ديفايدد 1 هيطلع معايا 6.25. فطبعا واضح جدا مين اللي خرج كمية اقل، ده خرج 50 ده خرج 6 بس، يبقى الاوكسجين هو الليميتنج رياكتنت. بس كده O2 only. يقول لك هيدروجين لا، ووتر، الووتر اصلا مش ليميتنج رياكتنت، هو بس بيسأل على ليميتنج رياكتنت، دي برودكت اصلا. تمام. بعد كده السؤال نمبر 16، 2SO2 بلس O2 يديني مش عارف ايه وين 2 مول من الاكسجين، حطيت خط تحت الاكسجين ار ميكسد وذ 2 جرام من السلفر داي اوكسايد. ايه ده؟ لا ده اداني جيفن للاثنين، يبقى ليميتنج رياكتنت للاسف، هو بيسالنا عن ليميتنج رياكتنت. طيب فنقوم عاملين ايه؟ نعمل بقى نفس القصه. طبعا هتاخد كل واحد من الرياكتنت مع البرودكت ومفيش مكان فاضي تحت، مفيش مكان فاضي تحت، فيبقى ادي 2SO2 بيخرجوا 2SO3 ونقسم الدنيا نصين كده، ومره ال O2 بيخرج 2SO3. صح كده ولا ايه؟ مظبوط الكلام كده، ما عدتش محتاج الايكويشن اللي تحت، فنقوم قايلين ال 2 مول بيطلعوا 2 مول، اما هنا ال 1 مول بس هو اللي بيخرج 2 مول. ونقوم قايلين الجيفن بقى، الجيفن طبعا انا مش عارف هنا الكميه اللي هتطلع قد ايه، هنا مش عارف الكميه اللي هتطلع قد ايه. تعال نشوف الكميه اللي هو حاططها، حاطط 2 مول من الاكسجين و2 جرام من السلفر دايوكسيد. خلينا نخلص الاكسجين الاول، 2 مول، فنقوم قايلين اكس 2 في 2 ب 4 على 1 يبقى اكس ايكوال 4 مول، ونقوم عاملين كده اهو اكس ايكوال 4 مول. اما بالنسبه للسلفر دايوكسيد هو مديني 2 جرام، فطبعا ما بشتغلش بالجرام، بشتغل من نمبر اوف مول، فنعمل ديفايدد السلفر داي اوكسيد SO2. فالسلفر ب 32 والاكسجين الواحده ب 16، يبقى الاثنين ب 32 32 32 يطلع 64. طيب 64 دي يعني 2 على 64 يعني 1 على 32 يعني كام؟ 0.03125 0. كام؟ 03125 مول. تقدر تخرج لي اكس؟ ايوه اكس هيطلع نفس الرقم، الاتنين بيخرجوا 2 يبقى ده نفس الرقم اهوت 0.03125 مول. مين الاكبر؟ اكيد ده، يبقى ده الاقل، يبقى ال SO2 هو الليميتنج رياكتنت. عايز ايه بقى؟ هو عايز الليميتنج رياكتنت SO2 اهو SO2. خش على اللي بعده. طبعا ليه بقى؟ تعالى بقى عشان اتاكد بس، ده 0.03 ده طلع 4 مول، اللي طلع كميه اقل من البرودكت هو الليميتنج رياكتنت. طيب ماشي، اللي بعده adding كميه معينه من ال NaOH to an amount of HCl yield 18 جرام من الووتر. ماشي. what is the limiting reactant in this reaction؟ طيب هتصلي على النبي. بص يا جميل، احنا هنشتغل بنفس الطريقه طالما هي limiting reactant، ونقوم قاسمين الدنيا نصين كده اهوت، قسمنا الدنيا نصين، وبعدين ناخد ال NaOH مره مع اي برودكت فيهم، طبعا هو قال لي ال H2O فانا مجبر ان انا اشتغل بال H2O، ومره ال HCl مع نفس ال H2O، ونقوم شغالين عادي. والله في العادي ال 1 مول بيخرج 1 مول، يبقى والله برضو ده في العادي 1 مول بيخرج 1 مول، يبقى الجيفن بتاعي ال NaOH هو مديني الرقم ده. طبعا انا شايف ان ده 2 افوكادرو، لو انت مش مصدق اعمله بقى، ادي 12.04 تايمز 10 باور 23 ديفايدد 6.02 تايمز 10 باور 23 برضو يطلع 2 مول اهو. فالاتنين مول المفروض هيخرج كميه قد ايه؟ اكس مول بقى بالنسبه لي، فاكس انا معرفش اكس هيكون كام، اكس ده المفروض هيكون 2 مول اهو. يعني الاتنين الشويه اللي انت حطيتهم هنا دول، الشويه اللي انت حطيتهم دول المفروض يخرجوا لي 2 مول. انا خرج معايا كميه قد ايه بقى؟ انا خرج معايا 18 جرام من الووتر. 18 جرام من الووتر ده يعني كام مول؟ ما هي الميه اصلا يا صديق، الميه عباره عن 2 اتش واكسجينايه اللي هي ب 16، يعني اصلا الميه ب 18 جرام، يعني ده 1 مول. خلينا نرجع هنا كده، يعني انت بتقول يا دكتور يا حبيب قلب الدكتور، هنا ده انا بقول لك ان انت لما حطيت الكميه دي خرج 1 مول برضو، مع ان الكميه دي المفروض انها تخرج 2 مول، ومع ذلك خرج 1 مول، يبقى ده اكيد الاكسس مش الليميتنج رياكتنت. اصل انا بقول ان انا خرج مني 1 مول، يبقى اكيد الهيدروجين كلورايد ده كان فيه منه 1 مول بس، فبالتالي
بما ان ال1 مول بس هي اللي اتكونت، يبقى الليميتنج رياكتنت هو ال HCl. اتمنى تكون وصلت فكرتي ليك. اهو ال HCl. ليه؟ تاني هو بيقول يا فندم ان انت حطيت كميه من ال NOH ماشي ايكوال 2 مول، فطلعت 1 مول، مع ان انت عارف ان الاتنين المفروض يخرجوا 2 مش واحد. كميه اقل خرجت، يبقى معنى كده ان التاني ده كان فيه منه كميه قليله خرجت كميه اقل، يبقى ال NOH كان يقدر يخرج اكتر، يبقى معنى كده ال NOH ده اكسس. تمام. طيب بعد كده سؤال نمبر 18. when 2 مول of aluminum chloride حطيت خط are added to 3 مول من الصوديوم هيدروكسيد. تمام. what is the number of مول that remain. طبعا الريمين بنزود خطوه في الاخر، خلينا هنشتغل بنفس الطريقه وبعدين نزود الخطوه. يلا نشتغل بسم الله. نقسم الدنيا نصين كالعاده. ماشي. وبعدين الالومنيوم كلورايد بيخرج، اختار بقى اي واحد في دول يكون سهل. انا والله مستسهل ال NaCl ده 3NaCl، ومره ال NaOH بالرقم بتاعها طبعا بيخرج 3NaCl، ونقوم قايلين ال1 مول بيخرج 3 مول. يبقى الجيفن بتاعي فين الجيفن؟ الالومنيوم كلورايد مديني منه 2 مول، يبقى ال 2 مول هيخرج كميه قد ايه؟ فنقوم قايلين x equal 3 باي 2 over 1، يعني هتطلع 6 مول. ماشي 6 مول. اما هنا ال3 مول يخرجوا 3 مول. الواحد ايده تعبت يا راجل، ادعي لنا ولا اوعى تكون بتنسى تدعي لنا. يبقى ال3 مول من الصوديوم هيدروكسيد ادي 3 مول هيخرجوا كام؟ يبقى اكيد x equal 3 مول. يلا يا فندم، مين الكميه اللي حصلت؟ مين اللي حصل؟ طبعا ده حصل لان ده الليميتنج وده اكسس، ده ما حصلش. مش الرياكشن ده اللي حصل، مش الاتنين مول اتفاعلوا طلعوا لي 6 مول، لا ده 3 مول من ده طلع لي 3 مول من ده. يبقى بالتالي الليميتنج رياكتنت انا متاكد ان هو ال NaOH. تمام. هو عايز ايه بقى؟ هو عايز الريمين ات ذا اند اوف ذا رياكشن. هتصلي على النبي. والحمد لله هو عايز النمبر اوف مول اللي هيتبقى. طبعا انت عارف مين اللي هيتبقى. اولا انت عارف مين اللي هيتبقى. مين اللي هيتبقى؟ انا عارف والله ان هو الراجل ده اللي هيتبقى، لان ده الاكسس اهو، ده الاكسس، اما ده الليميتنج، ده اللي هيخلص كله على بعضه. اما الاكسس مش هيتبقى منه، الاكسس هو اللي هيتبقى منه. فبالتالي اول ما بيقول لي انا عايز اعمل الريمين، باخد الاتنين دول مع بعض اهو، اعمل بينهم ريشيو اللي هما الرياكتنت. يبقى الالومنيوم كلورايد اهوت، الالومنيوم كلورايد خلينا كده نتعامل. ماشي. يبقى الالومنيوم كلورايد AlCl3 هعمل بينه وبين التاني ريشيو اللي هو 3NaOH، ونعمل ريشيو عاديه 1 مول اهيت اللي هي من الايكويجن بيتفاعل مع 3 مول. يبقى الكميه اني بقى الكميه اللي اتفاعلت، مين اللي حصلت؟ اللي حصلت هي الكميه اللي على اليمين الليميتنج، اللي هي الكميه دي اللي اتفاعلت ال3 مول دول وخرجوا لي 3 مول. يبقى انا عارف ان 3 مول اتفاعلوا من الصوديوم هيدروكسيد، او 3 مول اتفاعلوا من الصوديوم هيدروكسيد. خدوا كميه قد ايه بقى من الالومنيوم كلورايد؟ انا ما اعرفش خدوا كميه قد ايه، فنقوم قايلين x ايكوال 1 تايمز 3 اوفر 3 اللي هي 1 مول. يبقى 1 مول دول الكميه اللي اتفاعلوا من الالومنيوم كلورايد. هو اصلا كان معايا كميه قد ايه؟ كان معايا اهو الجيفن اللي احنا طلعناه 2 مول. هو اصلا قايلها لي في الايكويشن ان حاطط 2 مول من الالومنيوم كلورايد، وانا عارف ان 1 مول بس اللي هيتفاعل منهم، يبقى اكيد هيتبقى 1 مول بس كده. 19. What is the mass of water vapor produced from adding oxygen وهيدروجين؟ لازم نعمل equation. ادي الهيدروجين مع الاكسجين يطلع ووتر فيبور، ونقوم عاملين بالانس. الهيدروجين دخلت 2 طلعت 2، الاكسجين دخلت 2 طلعت 1، فنحط 2 هنا، فالهيدروجين تبقى 4 فنحط 2 هنا. تمام. عايز ايه بقى؟ طبعا هو عايز what is the mass of water vapor produced from adding 4 مول من الاكسجين و2 مول من الهيدروجين. اول ما اداني الاثنين دول جيفن عرفت انها limiting reactant، فاشتغلت بقى. يلا بسم الله، اقسم الدنيا نصين زي ما متعودين، وبعدين خد كل واحد من الرياكتنت مع نفس البرودكت. ادي نفس القصه، والاكسجين بيطلع نفس البرودكت، ونقوم قايلين الاتنين مول بيخرجوا 2 مول. يبقى الكميه الجديده اللي هي الجيفن، فين الكميه الجديده الجيفن؟ هو بيقول لك الهيدروجين 2 مول منه، يبقى هيخرج كام مول؟ فنقوم قايلين x ايكوال 2 باي 2 اوفر 2 اللي هي تطلع 2 مول. نقوم عاملين كده اهو. طب اللي بعده ماشي يا سيدي، حد عايز نجيب له غزل بنات؟ في هنا غزل بنات اهو، هيفضل يقرفنا بس انا مش هوقف. 1 مول بيطلع 2 مول. فين الاكسجين؟ الاكسجين هنا مديني الجيفن بتاعه 4 مول بيطلع اكس، يبقى اكس ايكوال
1 2 تايمز 4 اوفر 1 يعني ايكوال 8. طيب يا جماعه، طيب هنوقف على ما هو يمشي. طيب يا شباب، رجعنا اهوت ونقوم عاملين هنا القصه ديت. فمين الليميتنج رياكتنت؟ اكيد اللي هيخرج كميه اقل. هو ايه السؤال بتاعه؟ هو عايز يسال الماس بتاع الووتر فيبور بروديوسد. طبعا انت عارف الكميه اللي اتكونت انهي واحده دي، مش دي. الكميه اللي اتكونت اهي الاكس دي، اللي هي الكميه اللي اتكونت من الميه. هنا الاكس الكميه اللي اتكونت من الميه. هنا كان هيتكون 8، هنا كان هيتكون 2. فاكيد الكميه الاقل هي اللي حصلت 2 مول. 2 مول من الميه مش 8 مول. هو عايز ماس بقى. خلاص قلت له حاضر كده، انا يعني عوزت اللي انا عايزه. 2 مول بس اللي هتتكون من الميه. عايز تحولها لماس؟ سهله خالص. الماس بتاعت طبعا هتعمل ملتبلاي المولر ماس بتاعت الميه. المولر ماس بتاعت الميه H2O. فالهيدروجين الواحده بواحد يبقى الاتنين باتنين، والاكسجين ب 16 يبقى التوتال 18. فيبقى ملتبلاي 2. 2 مول من ال 2 تايمز 18 ايكوال 36 جرام. شكرا. خش على اللي بعده. What is the mass of substance produced؟ نفس الفكرة يعني. From reaction of 3.5 جرام of each of the two reactant. يعني ده 3.5 وده 3.5. نشتغل يلا بسم الله. 6 ال اي يخرج 2 ال اي 3 ان اللي هو ليثيوم، يخرج ليثيوم نيترايد. وهنا النيتروجين يخرج 2 من الليثيوم نيترايد. يلا 6 مول بيطلعوا 2 مول، وهنا 1 مول بيخرج 2 مول. الجيفن بتاعي هو بيقول لك 3.5. فطبعا 3.5 ديفايدد المولر ماس بتاعت الليثيوم اللي هي ايكوال 7. مش 6 تايمز 7 كل مره هقعد اقولها. المولر ماس هي الحاجه لوحدها من غير اي ارقام جنبها. مولر ماس يعني 1 مول. طيب طبعا مول هيخرج اكس. اما هنا 3.5 ما هو مديني الماس بتاعته اوفر النيتروجين. طبعا النيتروجين الواحده ب 14 ودول 2 يبقى 28 مول. هيخرج كميه قد ايه؟ ونشتغل بقى بسم الله. انهم قايلين والله 2 ملتبلاي ايه ده 2 ملتبلاي 3.5 اوفر 7 اللي هي تطلع 0.5. لما تعملها على الكالكوليتور اوفر 6 تطلع 0.16 0.16667. يبقى x ايكوال 0.1667 مول. ماشي. اما هنا النيتروجين خلينا نشوف 2 ملتبلاي الرقم الغريب ده اللي هو 3.5 اوفر 28 ماشي ديفايدد 1 يطلع ربع يعني 0.25 مول. ماشي. أنهي كمية أقل 0.25 ولا 0.16؟ أكيد دي الكمية الأقل، دي كمية ما حصلتش. فهو عايز يعرف إيه؟ عايز الماس بتاعت السبستانس بروديوسد. يعني دي أهي الرقم ده هو اللي حصل. الرقم ده ما حصلش يا جدعان. فبالتالي هو عايز ماس. فالماس هنحول المول لماس عن طريق ان انت تعمل ملتبلاي المولر ماس بتاع مين؟ بتاع الحاجه بقى اللي هي اللي انت عايز تحولها الليثيوم نيترايد دي. يبقى 0.1667 تايمز المولر ماس بتاع الليثيوم نيترايد. الليثيوم الواحده او خلينا نعمله من هنا النيتروجين ب 14 والليثيوم الواحده ب 7. ف3 في 7 ب 21. 21 و14 يعني 35. يبقى نعمل الرقم ده ملتبلاي اهوت 0.1667 تايمز 35 يطلع 5.83. يا سلام يا سلام يا سلام. عملناها اهوت. خش على اللي بعده. in the reaction ماشي 0.8 مول اوف نيتريك اسيد ماشي added to 0.4 كالسيوم ماشي. يبقى انت كده بتشتغل ليميتنج رياكتنت. طبعا ايه هتقول لي احنا يا دكتور ما احنا في درس الليميتنج رياكتنت. هقول لك حبيب قلب الدكتور وانت في الامتحان مش هتبقى عارف المساله عن ايه. فانا لازم اعود نفسي. هو كده بيسالني على ايه؟ طالما الاثنين جيفن يبقى كده هشتغل limiting reactant. which of the following is correct after the end of reaction؟ كمية قد ايه من الكربون داي اوكسيد produced؟ مش عارف كالسيوم نيتريت produced، كالسيوم كربونات remain unreacted، ولا ده اللي بيريمين unreacted؟ خلينا نشتغل. طبعا هو جاب سيرة الكربون داي اوكسيد والكالسيوم نيتريت. خلينا نشتغل على الكالسيوم على الكربون داي اوكسيد الاول عشان اسهل. يلا جميل نشتغل. طبعا هنقسم الدنيا نصين زي ما متعودين. ماشي. مرة الكالسيوم كربونات مع الكربون داي اوكسيد، ومرة النيتريك اسيد 2HNO3 مع نفس الكربون داي اوكسيد. نشوف بقى مين اللي هيطلع كمية اقل.
فنقوم قايلين ال1 مول بيخرج 1 مول، هنا ال2 مول بيخرج 1 مول. الجيفن بتاعي كالسيوم كربونات، هو قال لك النيتريك اسيد في منه 0.08 مول، قلت له ربنا يبارك لك، روح يا رب تدخل الجنه، اداني النمبر اوف مول على طول، فقمت قايل له اكس على طول 1 تايمز 0.8 اوفر 2 فيبقى 0.04 مول. ماشي، ونقوم عاملين كده. اما الكميه بتاعت الكالسيوم كربونات هو مديني 0.05 مول، هيخرج اكس مول، اكس مول. ماشي، يبقى اكس ايكوال 0.05 برضو. ماشي، مول. مين الكمية الأقل بقى؟ 0.05 ولا 0.04؟ أكيد 0.04، يبقى هي دي الكمية اللي حصلت، ده ما حصلش. يبقى مين ليميتنج رياكتنت؟ 2 HNO3. فأنا أقدر دلوقتي أستبعد إجابة، أصله بيقول لي طبعا ليميتنج رياكتنت HNO3 ده اللي هيخلص، ها؟ HNO3 اللي هيخلص، يعني هو بيقول لك بقى ان في كميه ريمين ان رياكتد من ال HNO3 فاستبعدته، يعني ده اللي وارد. طب والكربون داي اوكسيد هيطلع منه كام مول؟ خلينا نشوف. الكربون داي اوكسيد طلع منه 0.04 الاكس دي، ولا 0.05؟ لا احنا قلنا اللي حصل 0.04، فهو بيقول لك 0.05، قمت مستبعد كمان واحده. طيب كده قدامك حاجه من اتنين، يا اما تشتغل تشوف الكالسيوم نيتريت اتبقى اتكون منه قد ايه، او تشوف الكالسيوم كربونات اتبقى منه قد ايه. طيب هتصلي على النبي. شايف ال HNO3 ده؟ انت عارف ان كميته هي اللي صح مش كمية الكالسيوم كربونات، يعني ده في منه 0.08 مول، دي الكمية الصح. اعمل بيها ريشيو مع اللي تحبه، يعني عايز تعمل بيها ريشيو مع الكالسيوم كربونات تشوفه وتفاعل منه قد ايه براحتك، عايز تعرف هتعمل بينه ريشيو ما بين الراجل ده عشان تعرف هيطلع كمية قد ايه براحتك. انا عن نفسي هعمل الاتنين، فانا اعمل ريشيو عادي اهي، ونقوم قايلين لحظة واحدة. ماشي، نقوم قايلين ايه يالا الكالسيوم كربونات، لا مؤاخذة يا شباب، الكالسيوم كربونات هعمل بينها ريشيو ما بين الاتنين HNO3، واقول لك حاجة، وهعمل ريشيو كمان مع الكالسيوم نايتريت نطلعها مرة واحدة. يلا نبقى ايه عملنا كل حاجة هنا. اعمل ريشيو عادية بينهم كلهم، 1 مول 2 مول 1 مول. الجيفن اللي معاك اللي انت عارفه، مين اللي انت عارفه؟ اللي انا عارفه بتاع النيتريك اسيد، اتفاعل منه 0.08 مول. اقدر اقول لك هو هيتفاعل مع كميه قد ايه من الكالسيوم كربونات، وهيطلع كميه قد ايه من الكالسيوم نيتريت. يلا 1 تايمز 0. هنا اكس دي، طبعا هنا دي نخليها واي بقى عشان دي اكس دي واي، يبقى واي ايكوال 1 تايمز الرقم ده اوفر 2 يعني 0.04 مول. هو بقى قايل لي في الاجابات ايه؟ قال لي 0.08، لا مع السلامه، يبقى اكيد هي دي الاجابه اللي هي ريمين ان رياكتد، فانا لازم اعرف هو قد ايه رياكتد اصلا، فيبقى اكس ايكوال 1 تايمز 0.08 اوفر 2 يعني برضو 0.04 مول. دي الكميه اللي هتتفاعل من الكالسيوم كربونات. انا اصلا كان معايا قد ايه؟ هو كان حاطط لي من الكالسيوم كربونات 0.05، فيبقى الريمين الكميه اللي هتريمين ايكوال 0.05 الكميه اللي انت كنت حاططها من البدايه ماينس 0.04 يتبقى 0.01 مول. فين الإجابة؟ 0.01. حلو السؤال ده، يعني مارسنا فيه كل الأفكار. طيب بعد كده آخر سؤال 22، هيدروجين جاز رياكت وذ أكسجين جاز. ماشي، وعامل لنا رسومات وهنبدأ بقى إيه نتعامل. If you have the mixture shown in figure, which of the following represents the mixture reduced after the end of مش عارف قد ايه. طبعا انت عارف ان انت بتكون H2O، يعني كل اتنين من الهيدروجين بياخدوا واحد من الاكسجين، كل اتنين من الهيدروجين بياخدوا واحد من الاكسجين، كل اتنين من الهيدروجين بياخدوا واحد من الاكسجين، لانه بيقول الاكسجين هو الاحمر والهيدروجين هو الصغير. كل اتنين من الهيدروجين هياخدوا واحد من الاكسجين، كل اتنين من الهيدروجين هياخدوا واحد من الاكسجين. ماشي، وده هياخد دول، فهيتبقى عندك اتنين من الهيدروجين. اتكون عندي كام ميه؟ 1 2 3 4 5، 5 ميه، وهيتبقى اتنين هيدروجين. ماشي، 5 ميه اهو، 5 من ال H2O.
فطبعا هو مبقي لي هنا 2 اتوم من الهيدروجين، مع السلامه. 2 موليكيول من الهيدروجين هيتبقوا هنا، مش مبقي لي اصلا هيدروجين. هنا في 2 من الهيدروجين متبقيين، هنا برضو في 2 من الهيدروجين متبقيين. بس احنا عارفين هيتكون 5 ميه، 1 2 3 4 5. مظبوط، دي مظبوطه. هنا 1 2 3 4 5 6 7. ايه، مع السلامه. طبعا كده احنا يعني حلينا باللوجيك. تمام. طيب، خلينا نكتفي بهذا القدر بالنسبة ل ليسون 2. بالنسبة للأسئلة الام سي كيو ونخلي الاسي في فيديو لوحده. نشوفكم دايما على خير. انا عايزكم بقى تدعوا لنا كده، واحنا بندعو لكم. طبعا احنا عارفين ان انتوا طالع عينيكم في الفترة دي، وخصوصا دخلت امتحانات شهر هي جاية، ومراجعات، وشابتر 1 خلص وداخلين في شابتر 2. ولكن دايما 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 البيت الشعر اللي ببقى مؤمن بيه يقول لك: لا تحسبن المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. والصبر هنا مقصود بيه الصبار، عشان الصبار نبات فيه شوك. يعني انت مش هتبلغ المجد وتبقى حاجة محترمة جدا وانت بتاكل التمر كده وانت فاكره حاجة مسكرة. ده انت لازم تلحس الصبار، تلحس الشوك علشان توصل لحاجة كويسة. وانا عارف ان انت هتوصل لحاجه كويسه طالما انت موجود دلوقتي لحد اخر فيديو، مثلا في فيديو حل كتاب المعاصر اهوت، علشان عايز تتعلم. فانت ان شاء الله ناوي ان انت تبقى حاجه كويسه، وانا واثق ان انت ان شاء الله هتبقى حاجه كويسه. يا رب توصل اللي انت عايزه، يا رب ييسر عليك الامور والدنيا تبقى سهله معاك. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.